قرفة، بحب أكثر قرفة. هون يا جماعة الخير جوزي انصدم، مش أعرف من وين بدي أبلش. المهم شو أخلص ويكون كله على 24. لا تقولولي هذا هو صباح الخير. يسعد صباحكن حبايب، شلونكن؟ شو أخباركن؟ طمنيني عنكن، إن شاء الله بخير. والله أني بالنسبة إلي بس أفيق وأشوف الشمس طالعة بحس بطاقة إيجابية وبندب فيني هالحماس، وما عادش أعرف من وين بدي أبلش. وأشرب قهوة، ولا أقوم أنظف البيت، ولا أقوم أطلع لي شي مشوار حلو، ولا أطبخ لي شي طبخة طيبة. بس هون أنا شو عملت؟ قلت لا، بنظف البيت وبطلع لي مشوار حلو ولاحقين على الطبخ. طبعا شاركتكم جزء بسيط من الشغل اللي اشتغلته والتنظيف اللي نظفته. هون يا جماعة الخير أني بالنسبة إلي بس بدي أطلع مشوار أو بس تيجي لعندي وحدة، يا بيي بصير أشطر مني بالشغل ما فيه، بصير أركض ركض، ما عادش أعرف من وين بدي أبلش. المهم شو أخلص ويكون كله على 24. طبعا إذا بدي أطلع مشوار بعد أهون، يعني عادي بترك لي شي قصة، بطنش لي شي سوالافة، شي شغلة، شي عملة. أما إذا بدي تيجي لعندي وحدة لا، كله على 24 لازم يكون. المهم بحب أروح وأرجع يكون البيت نظيف ومرتب ومظبطة الأمور على الأخير. بس شغلة إني ما بحبها إني ما أرجع أطبخ، تكون أموري تمام. أما أطلع والبيت مش نظيف بصير أفكر بالسوق، البيت مش نظيف وما اشتغلتش وما عملتش ومدري شو، بنحن بالي بكل الطلعة ولا بطلعها أصلا إلا بحالات نادرة طبعا. هون خلصت البيت وبخرته وجهزت أموري لشو للطلعة. طبعا ما حدا قدي بيحب الطلعات والفوتات، بس شو بالشتوية بتختصر طلعاتي على سوق، مناسبة، زيارة. أما بالصيفية الطلعات الحلوة، الحدائق، الرحل، المشاوير. إن شاء الله الأيام جاية وبشارككن طلعاتي بالصيف ورحلاتي وأجوائي الحلوة. وطبعا هالجو ما كان بده إلا تمشاية حلوة، وهالتمشاية ما ذكرتني إلا بموقف صار معي أول ما اتجوزت. هون يا عزيزاتي أول ما اتجوزت رحنا سافرنا على أمستردام، ومشينا هيك بهالأسواق وهالطرقات، كانت نفس هاي الأيام، أيام أعياد ميلاد يعني. المهم ونحنا ماشيين أشم ريحة قرفة وعالم شايلة كاسات وعم تشرب. مرينا من جنب واحد عم بيبيع سحلب واشترينا والله كاستين سحلب وتوكلنا على الله. هون أني من هذاك اليوم شو قلت، هاي هنا مثلينا، يعني السحلب دارج عندهم إنه العالم تشرب بالشوارع. وظلت معي الحجاية ورجعنا على مدينتنا، وراحت الأيام وإجت الأيام ورجعنا طلعنا اتمشينا بمدينتنا بسوق عيد الميلاد. طبعا أني هون ببالي خلص سوق عيد ميلاد يعني سحلب، أشوف هالعالم شو شايلة كاسات حمر وكاسات خضر وعم تشرب وأشم ريحة قرفة. حطيت ببالي قلت هسا شو بشتري كاستين وأحط ببالي إنه حمر، أقول هسا أنا بدي كاسة حمرا، وإذا هو بده كمان يشتري بقى ما بخليه يشتري كاسة خضرا، كمان كاسة حمرا مشان يطلع نطقم وأحطهن عندي بالبيت. استنى شوي بشتري وبعد شوي بشتري، والله هون ما اشترى لي. أني هون حنبالي إنه ليش، يعني ليش ما يشتري لي؟ قلت له مالك يعني اشتري لنا سحلب. والله طيب بالشتوية خلينا نتدفى. ولا بقول لي وين مين قالش في سحلب؟ قلت له هذا العالم اللي شايلاته من هسه أني كاسة حمرا وأنت ما بتجيب كاسة غير أحمر، بدي إياهن أصبدهن بالدار. هون يا جماعة الخير جوزي انصدم وإجته الضحكة، قال لي أنت عن جد ما عقلتش بتحكي؟ قلت له إيه والله هذا العالم هاي ما كلها مشتري، ليش يعني إحنا لا؟ إجا قال لي هذا مش سحلب، هذا مشروب خاص فيهم. قول الحمد لله عدت على خير وما كنت نازلة أني بشي يوم لحالي، ورايحة اشتريت لي كاستين وشاربيتن مشان شو أصمدهن عندي بالدار. المهم خلص هذا اليوم ورجعت على البيت، وطبعا أكيد ما طبختش، هاي طبخة المقلوبة بغير يوم. قلت أساوي لي طبخة مقلوبة هيش طيبة. طبعا أنا بالعادة بسويها بلحم أو بدجاج، بس هون أنا مسويتها دجاج على طلب أبو العيال، ما بحبش اللحمة، بحب الدجاج أكثر. قلنا يلا مش بشكله بنسويها دجاج. أني بحط على الدجاج المطيبات قرنفل وكغار، هيل، قرفة، بحب أكثر قرفة، بقطع بصلة معاه وبحمصه، بقلبه كثير كثير مليح. بحس الدجاج وقت يتقلب مليح قبل طبعا ما ينسلق وياخذ لون بتصير طعمته أطيب.
فإذا مش مجربين إنه تقلبوا الدجاج قبل السلق نصيحة مني جربوها. وهون بلشت أقلي الباذنجان، وبالعادة أني كمان بقلي بطاطا. إحنا عنا بدرعا بنحب نحط على المقلوبة بطاطا، ما بعرفش إذا كل العالم يعني، بس 90% إذا مو كلهم. المهم في عالم بحطوا على المقلوبة زهرة، في عالم بحطوا بندورة. هسا أنا أي أحيانا بحط بندورة معاها يعني. شفت هذيك المرة واحدة حاطة عليها جزر، ما بعرفش يعني، بتوقع يطلع طيب. يحس المقلوبة بالبقلها كل شي. كمان في عالم بشوفها بيقلوا بصل بيحطوا. مرة كمان سمعت واحدة بتحط معاها ثوم مقلي يعني. هسا شو الطعمة والله ما بعرف، بس يعني بتوقع طيبة بالبقلها كل شي المقلوبة، هيك بحس. كمان مرة سمعت من واحدة انها بتحط معاها معلقة قهوة. فخيتو انتي حطي اللي بتشوفيه مناسب. اني بحس الطبخ بالنسبة الي نفس، يعني كل واحد ونفسها بالطبخ. يعني ممكن اني وانتي نطبخ نفس الطبخة بنفس المكونات، بس سبحان الله مع كل واحدة تطلع طعمتها شكل. فيا عزيزاتي إذا وصلتن معاي لهون معناته الفيديو حبيتن وعجبكن. بتمنى تحطلي لايك وتشتركن بالقناة وتفعلن زر الجرس، وتشجعوني وتدعموني وتبعثوا الفيديو لكل رفيقاتكن مشان دايما انزلكن فيديوهات هيك حلوة مثلي. ايه والله يا عزيزاتي، وبشكركم من كل قلبي على تعليقاتكم بالفيديو الماضي. عن جد عن جد انبسطت من كل قلبي، وتشجعت وصار عندي حماس يعني أصور وأنزل وأحكي لكم سوالف الحلوة. المهم هون طبقت هالمقلوبة وحطيت عليها مية الدجاج. طبعا أني ضايفة على مية الدجاج كمان زدت قرفة مطحونة وهيل مطحون وزنجبيل وماجي، مكعب ماجي واحد بعطي طعمة طيبة. وهنا لازم استعمل السمنة اللي عملتها بالفيديو الماضي، يعني مش حلوة عملناها ما نستعملها. ترى والله بتعطي طعمة كثير طيبة يعني، صدقا بالله اللي مو مجربها جربوها وراح تشوفوا عن جد طعمة طيبة. وهون بعد ما أطبقها وبحط المي شوي هيك تكون يعني فوق الرز قدر عقدة إصبع بس تغلى، وأبلش أشوف شوي حبات الرز بوطيلها على الخالص يعني بخليها على رقم واحد. طبعا أنا بحس المقلوبة بتاخذ أكثر من ربع ساعة على النار. فهاي النتيجة بعد تقريبا شي يعني 20 دقيقة. كل حبة رز أخدها. وهون مقلوبة صارت جاهزة. طبعا كيف عليها أبو أسامة ما خلى منها إشي. وهذا كان يومي. المساء جت لعندي رفيقتي وصرنا سهرة حلوة وقضينا يوم حلو وبس والله. شكرا لكم على المتابعة الحلوة، وكثروا لي تعليقات وكثروا لي لايكات. مع السلامة.